مرحبا بكم البنات. اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفه صيفيه كتجي لذيذه، كتجي صحيه وكتحضر بواحد السرعه اللي كبيره. كنتمنى كاملين تابعوا معايا المراحل والطريقه ديال التحضير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الوصفه اللي غادي تعجبكم بزاف وغادي تولوا كديروها دائما كيف ما كيبان لكم، غير الشكل ديالها كيبان كيشهي. كنتمنى تابعوني حتى الاخر. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنتمنى تشتركوا في القناه وما تبخلوش عليا وتفعلوا زر الجرس. اول حاجه غادي نحتاجو جنيوحات ديال الدجاج. تقريبا غادي ناخذ الكميه اللي بغينا، وممكن ايضا نستبدلوها بالدجاج العادي ولا قطع ديال الدجاج. من بعد غادي نديرو فيه واحد الملعقه كبيره ديال المطارد. كيف ما كنعرفوا المطارد كيجي مع الدجاج. غادي نديرو شويه ديال الحبق. مهم اننا غادي نديرو اعشاب منسمه اللي كان متوفر عندك راه غادي يقضي الغرض. كيف ما كيبان لكم درت شويه ديال الحبق، شويه ديال الزعتر. غادي نديرو شويه ديال الملحه. غادي نديرو شويه ديال البزار. غادي نديرو شويه ديال اليازير. انا هنايا عندي اليازير طري، الا كان عندكم اليابس تقدروا تستخدموه. من بعد غادي نحرك دوك جنيوحات ديال الدجاج بهذه الطريقه، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الحليب. ممكن ايضا نستبدلوا الحليب بالياغورت الطبيعي اللي بدون سكر بطبيعه الحال. غادي نحركوا المكونات وغادي نخليهم يترقدوا. ودابا في واحد البول غادي نديروا الخبز المحمص. هذه اللي ما كانش متوفر عندكم غير الكومير ولا الخبز اللي كيكون ديال البولونجي اللي كيكون عندكم بايت، غادي نشدوه غادي نيبسوه في الفران، ومن بعد غادي نطحنوه وغادي نبقاو كنستخدموه بهذه الطريقه. غادي نديروا عليه جبن مبشور. هنايا غادي نديروا واحد شويه ديال اليازير ولا اكليل الجبل. غادي نديروا واحد شويه ديال البزار ولا الفلفل الاسود. غادي نديروا شويه ديال الحبق ولا شويه ديال الزعتر. كيف ما قلت لكم الاعشاب المنسمه اللي متوفر عندكم تقدروا تستخدموه. ممكن ديروا اليازير، شويه ديال الزعتر، ديروا شويه ديال الحباق على حساب الاعشاب المنسمه اللي متوفره عندكم. حتى السالميه الا كانت يابسه تقدروا تستخدموها في هذه الوصفه. ومن بعد غادي نديروا شويه ديال المعدنوس. انا هنا عندي المعدنوس مجمد. ممكن الا كان عندكم طري تقدروا تستخدموه حتى هو، ولا اللي غادي يكون يابس. هنا غادي نديروا شويه ديال الملحه. غادي نخلطوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم. من بعد غادي ناخذ دوك الجنيوحات غادي نبقاو كنفندوهم في داك الخبز المحمص اللي درنا فيه دوك الاعشاب. غادي نلبسوه كامل. اما بالنسبه للخضر ممكن نختاروا اي نوع كان عندنا ولا كان متوفر عندنا. غادي نديروا القرعه، البطاطا، خيزو، الدنجال، اللوبيا الخضراء، اي نوع كان عندكم ديال الخضر متوفر. ممكن حتى الفلفل الالوان. كل عائله كتكون كتستخدم شي خضر اللي ما كتكونش كتستخدمها العائله الاخرى. هذاك الشيء كيبقى اختياري وعلى حساب كل واحد شنو كيفضل. انا هادو هما اللي كانوا متوفرين عندي. هنايا درت البسباس، القرعه، والدنجال وشويه ديال البطاطا. غادي نوضعوا الخضر مع بعضياتهم. غادي نوضعوا عليهم واحد شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملح. من بعد غادي نحركوا الخضر ديالنا حتى غادي تلبسوا مزيان بديك الزيت هكذا، باش ملي غادي نديروا فيهم داك الخبز المحمص غادي يشد لينا فيهم. غادي نوضعوا دوك الجنيوحات في واحد الطاوله اللي غادي تدخل الفرن فوق ورق الفرن الا كان متوفر عندكم. دائما حنايا كنحاول تنحاولوا ناخذوا الفكره، وحنايا كنديروها على حساب الرغبه ديالنا وعلى حساب داكشي اللي متوفر عندنا. كيف ما قلت لكم انا هنا اختاريت جنيوحات ديال الدجاج. الا ما كانوش كيعجبوكم تقدروا ديروا صدر الدجاج، ديروا الفخيضات، ديروا داكشي مخلط. نتوما على حسب الرغبه ديالكم، والخضر كتبقى اختياريه.
هنايا كيف ما كيبان لكم من بعد غادي نفند ديك الخضره في داك الخبز المحمص اللي عندي، وغادي نحطها في الجوانب ديال اجنحه الدجاج. كيف ما كيبان لكم الطريقه راه مبسطه وسهله وكتحضر بواحد السرعه اللي كبيره، لانه التصوير كنبقى نحط كل حاجه بوحدها، ولكن ملي كتكونوا كتحضروا الوصفه بوحدك في الدار كتجيكم اسرع. غادي نوضعوا البسباس ديالنا، بطاطا، الدنجال، وغادي نرشوا داك البقايا ديال الخبز المحمص والجبن اللي بقى عندي. صراحة حتى داك الخبز المحمص في الاخر كنبقى ناكلو من ديك الطاوة كيجي مقرمش وكيجي لذيذ. من بعد غادي نرش واحد الرشيشه خفيفه ديال الجبن، هذه اختياريه، الا ما كنتيش باغيه ديرها تقدري تستغني عليها. من بعد هنايا غادي ناخذ فلفل الوان، عندي الحمراء والصفراء، غادي نقطعهم قطع صغيره وغادي نضيفهم فوق الخضر. كيف ما قلت لكم واحد الوجبه اللي كتكون صحيه خفيفه وتتجي لذيذه. من بعد غادي ناخذ هنايا شويه ديال الثومه، الا كانت عندكم الثومه بودره تقدروا ديروها في ديك الوصفه الاولى ديال الخبز المحمص، ولا غادي ديروها في التشرميله ديال جوانح الدجاج. انا ما كانش الصراحه متوفره عندي، ولكن من بعد درت هذيك الثومه غير باش تاخذ لي ديك النكهه ديال تاخذ لي الخضر نكهه ديال الثومه. من بعد غادي ناخذ شويه ديال زيت الزيتون، غادي نرشوه فوق الخضر. من بعد غادي ندخلوا الطوا ديالنا للفرن حتى غادي تحمر وغادي طيب لينا، ومن بعد غادي نرجعوا نشوفوا الشكل النهائي. من بعد ما خرجتها من الفرن كيف ما كيبان لكم هذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي لذيذه. كيف ما كيبان لكم درت قطع ديال الحامض باش نبقاو كنعصروا على ديك الخضر، كتجي لذيذه. وهذا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. تنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم، وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. وكيف ما كيبان لكم راه غير الشكل ديالها كيجي كيشهي، وممكن اننا نديروها في هذا الصيف. ما كنحتاجوش دوك بزاف ديال المرقه وبزاف ديال سميتو، كنحتاجو بحال هاد الوصفات الخفاف. كنتمنى الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه تدعموني وديروا جيم وابوني، وما تنسوش تفعيل الجرس، هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. وصلت معكم نهاية الفيديو، نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في وصفات مقبلة واطباق مقبلة، وجربوا هذه الوصفة ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها، وبسلام في وصفة اخرى ان شاء الله.